سمعنا وقرينا على السوشيال ميديا تأجيل ماتش الاهلي والزمالك. هو بس يا جماعة اللي بيعلن تأجيل ماتش مين؟ يعني هو مين صاحب القرار في اعلان ان الماتش هيتأجل؟ رابطة الاندية المحترفين المصرية. بس هما الناس دول نزلوا جدول وقالوا الدوري هينتهي بشكل معين، ودي ماتشات الاهلي المؤجله، ودي ماتشات الاهلي والزمالك، وهيتلعب امتى وحددوا التاريخ والوقت وكل حاجه. حضرتك بقى جبت منين تأجيل ماتش الاهلي والزمالك؟ هل حد اعلن؟ هل في مصدر رسمي قال؟ هل في حد طلع شخص قال؟ مفيش حد قال. يبقى حضرتك جبت منين موضوع ان تأجيل والزمالك مش عايز يلعب ومش عارف مين؟ مفيش كلام رسمي خرج ان الماتش هيتأجل. فاحنا دايما يا جماعة على السوشيال ميديا، دايما في اي حاجة نتعامل بالنهايات. ايه النهايات؟ انه لازم يبقى في كلام رسمي، مش كلام مرسل، مش صفحة بتكتب، مش اكاونت بيكتب، مش حساب بيكتب. لا، نتعامل انه رسمي. الرسم بيجي منين؟ من المؤسسات اللي بتدير الدوري. هل حد قال حاجة؟ لا، خلاص يبقى الماتش ان شاء الله في ميعاده، ونشوف مباراة تليق باكبر فريقين في الشرق الاوسط والكرة المصرية، الاهلي والزمالك.